الو، ايمن الحقني الداتا بتاعتي ضاعت. طبعا مشكله كبيره، فجاه مش لاقي الصور بتاعتك، مش لاقي فيديوهات، مش لاقي الملفات اللي انت شغال عليها، سواء ملفات شغل او ملفات شخصيه. الموبايل اتسرق، الموبايل حصل له حاجه مش عارفين نجيب منه الداتا، اللاب حصل له حاجه، فيها مشكله كبيره. حل المشكله دي ان انت يبقى عندك كوبي من الداتا بتاعتك، تبقى واخد باك اب من الداتا بتاعتك في مكان تاني. النهارده هنشوف ازاي ممكن ناخد باك اب من الداتا اللي على الموبايل على سيرفرات جوجل. والفيديو الجاي ان شاء الله هنشوف ازاي ناخد باك اب من الداتا اللي على الموبايل على اللابتوب ببرنامج جميل قوي هيعجبكم. يلا بينا. برنامج جوجل فوتوز ده احد برامج جوجل، وده اللي هناخد بيه كوبي من الصور والفيديوهات نرفعها على سيرفرات جوجل. وفي مميزات تانية غير ان هو ياخد كوبي من الصور والفيديوهات، ان احنا ممكن نعمل منه ايديت للصور بتاعتنا، وهو كل يوم هيبعت لنا صور من السنوات اللي فاتت، تبقى جميلة جدا ونقدر نشيرها مع أصحابنا وبتبقى ذكريات حلوة. وفي خاصية التعرف على الوجوه، انت ممكن تختار حد هيجيب لك كل الصور بتاعته اللي عندك. دي واجهة البرنامج. هنخش على الاكونت بتاعنا، هنخش على فوتو سيتنج، باك اب، في باك اب كواليتي، اوريجينال كواليتي ولا ستورج سيفر. اوريجينال كواليتي بيرفع الصور والفيديوهات زي ما هي بالظبط. ستورج سيفر بيقلل الكواليتي بتاعة الصور والفيديوهات عشان يوفر مساحة. موبايل داتا يوزج، هنا بيقول لك لو هشتغل على الداتا بتاعة الموبايل اخد 5 ميجا ولا 10 ميجا ولا 30 ميجا ولا unlimited كل يوم. انا مختار نو داتا عشان ما اشتغلش على داتا خالص، اشتغل على الواي فاي بس. وفي باك اب ديفايس فولدرز، هنا بختار الفولدرات اللي هو ياخد منها الصور والفيديوهات. اي فولدر اختاره مش هياخد منه غير الصور والفيديوهات بس، فانا بختار الفولدرات اللي هياخد منها باك اب. كده خدنا الصور والفيديوهات. عايزين بقى ناخد بقية الحاجات اللي على الموبايل. نخش على السيتنج بتاعت الموبايل، نخش على user and accounts، نخش على جوجل، نختار الاكونت بتاعنا، نعلم على كل الحاجات اللي موجودة هنا. الحاجات دي كده هيتاخد منها باك اب على سيرفرات جوجل، واي موبايل تاني انت هتلوج بالاكونت بتاعك الحاجات دي هتنزل عليه على طول من غير انت ما تعمل اي حاجة. هياخد اي حاجة انت حطيتها على الكالندر او الارقام التليفونات اللي انت مسجلها عندك وينزلها لك تاني، فتتأكد ان كله متعلم عليه وان كله شغال. وممكن من الثلاث شرط يمين اللي فوق تدوس عليها وتدوس سينك ناو، كده هو هيعمل باك اب دلوقتي. كده خدنا باك اب من الصور والفيديوهات عن طريق جوجل فوتو، خدنا باك اب من الاعدادات والكونتاكت من السيتنج. عايزين نعمل باك اب من الفايلات التانية زي ملفات وورد او ملفات بي دي اف. هننزل برنامج اسمه جوجل درايف، ده برضو احد برامج جوجل. هننزله ونعمل عليه فولدر، انا فاتحه اهو. نعمل عليه فولدر ونسميه create. نروح على الفولدر، ثلاث شرط اليمين ندوس عليها ونختار add to home screen add، ونروح للهوم سكرين. هنلاقيه بقى موجود على الهوم سكرين هنا. هنفتحه ونحط فيه اي فايل احنا عايزينه ونشتغل عليه من هنا. هجرب احط فايل، حطيت الفايل، ادوس على ثلاث شرط يمين واختار make available offline. كده الفايل ده موجود على جهازي وموجود على سيرفرات جوجل. لو عدلت عليه في اي مكان بيسمع في التاني، يعني لو عدلت عليه على الموبايل هيسمع على طول فوق على سيرفرات جوجل. لو دخلت على الويب مثلا ودخلت على الدرايف من الويب وعدلت عليه هيسمع برضو في الموبايل. وكده يبقى عندنا من الملف ده نسختين، نسخة على الموبايل ونسخة على سيرفرات جوجل. كده خدنا باك اب من الفوتوز والفيديوز، خدنا باك اب من الاعدادات بتاعتك والكونتاكت، وخدنا باك اب من الملفات. اي ملفات تانية نحطها على الفولدر ده اللي هو بتاع جوجل درايف. في حاجات لازم ناخد بالنا منها واحنا بنعمل باك اب.
اولا مش مجرد ما نعمل الباك اب اول مره خلاص كده بنطمن، لا لازم كل فتره نخش نتاكد ان الباك اب شغال. لازم يكون في مساحه فاضيه على موبايلك، ولازم يكون في مساحه فاضيه على جوجل درايف. جوجل بتدي لكل واحد 15 جيجا، لو كفايه ليك يبقى تمام، لو مش كفايه هتشتري مساحه. بيدوك ال 100 جيجا ب 150 جنيه، وده كويس جدا لو ال 15 جيجا مش كفايه ليك. واحنا بنعمل ريستور للداتا لازم نخلي بالنا عشان ما نرجعش الداتا مرتين فتبقى موجودة مرتين عندنا. وبكده يبقى خلصنا فيديو النهاردة، اتمنى يكون عجبكم. متنسوش اللايك والسبسكرايب والجرس. اشوفكم في الفيديوهات القادمة، مع السلامة.